استلمت المفتاح وكنت أول واحد يشتري عربية كيوتي من شركة بجاج تنكين في التوك توك. لو انت ماشي مسافة او انت نسيت ان انت اول دفعة منها تنزل بسعر مخفض لغاية ما الناس تتعلق بيها. استلمت المفتاح وكنت اول واحد يشتري عربية كيوتي من شركة بجاج الهندية. وخلي بالك انا لو كان معايا المبلغ بتاع العربية دي سنة 2015 او 2016 كان ممكن اركب عربية تويوتا كورولا، وكان تمن السوزوكي تمناية 65,000 جنيه سنة 2015. ركز معايا في الأسعار علشان انت ممكن تتجنن وما تقدرش تكمل الفيديو للنهاية. احنا دلوقتي هنبص كده ونشوف دي الأنبوبة بتاعة الغاز، لأن العربية دي بتشتغل بالبنزين والغاز، لكن الغاز بتشتغل بعد كام كيلو هقول لك، بس خلي بالك تابعني لان كل معلومة هقولها ليها اهمية خاصة جدا وهتحتاجها في يوم من الايام لو انت كنت ناوي تشتري عربية كيوت من بجاج الهندية. لمعلوماتك ان العربية دي تصميم وتصنيع هندي، هي عربية مستوردة بالكامل من الهند، لأن شركة بجاج صنعت العربية دي سنة 2015 أو 2016، ويعتبر صدروها لمعظم الدول العربية والإفريقية وفي معظم الدول في العالم. طبعا ما رضيتش تستوردها لأنها فيها حاجات معينة أنا هقول لك عليها بالترتيب. بس احنا خلينا نتفرج على العربية كده والشكل الداخلي وشكل الابواب عامل ازاي، وهنبص برضو بصة كده خفيفة على الموتور من ورا. هتلاقي بالشكل اللي انت شايفه ده فيها ريداتير مية، تبريد مية يا جماعة. بس لو انت لاحظت هتلاقي ان الكبالن وعمود الكوبلن ليها عمودين كوبلن، شكل عمود كوبلن بتاع التوك توك بالظبط. طبعا العربية دي سرعتها 70 كيلو متر السرعة القصوى بتاعتها، لكن العداد بتاعها مكتوب عليه 100 كيلو متر في الساعة السرعة بتاعتها. لكن الشركة أعلنت إن هي 70 كيلو متر ك يعني نسبة قصوى في السرعة بتاعتها. ده شكل العربية من قدام، هتلاقيها شكلها جميل. العربية شكلها حلو بصراحة، لكن طبعا مش حلاوة مطلقة لان مفيش حاجة كاملة. يعني هتلاقي كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، لكن لما بيكون المميزات اكتر من العيوب فده شيء مقبول. الشبكة اللي فوق العربية دي شكلها جميل وشيك جدا وماشية مع المنظر الخارجي للعربية، وتقدر تشيل فوقيها اي شيلة معاك، تقدر تحط عليها شنط، تقدر تحط عليها سبت، تقدر تحط عليها اي حمولة. يعني مفيش اي مشكلة طالما مش هيكون في بروز من الشبكة عادي. ده المثلث بتاع العربية عشان انت لو حابب مثلا تركن في اي جنب ولا بتاع لازم تحط المثلث بتاعك، يعني واحترازي، شيء احترازي، وده شيء من الاساسيات. طبعا لو انت سواق هتكون عارف الحاجات اللي انا بحكي لك فيها دي. نبدأ بقى في المميزات بتاعت العربية. المميزات بتاعت العربية زي ما انت شايف كده، هي بتشتغل بالغاز وبالبنزين. يعتبر انت معاك تنكين في التوك توك لو انت ماشي مسافة او انت نسيت ان انت تمون او مفيش بنزين في بلدك النهاردة ومعاك غاز، هتشتغل غاز مفيش اي مشكلة وتكمل عليه لغاية ما يكون موجود بنزين. الحاجة التانية أو الميزة التانية إن ليها 4 أبواب بتحميك طبعا من الأتربة ومن حرارة الشمس اللي بتجيلك من الجناب في التوك توك. من المميزات برضو إن الأبواب بتاعتها من الفبر. طبعا الأبواب الفبر يعني أنا مش عارف الأبواب دي فبر إزاي وهي مش باين عليها خالص إن هي فبر.
شكلها جميل، ان هي انت ولا هتروح لسمكري لما الباب لا قدر الله يتخبط ولا بتاع. لا، مفيش اي مشكله من الناحيه دي. ليها شبكه طبعا بتشيل عليها اي حموله معاك او اي شنط، والشكل الانسيابي للعربيه، وان هي تعدي من الشوارع الضيقه. وان لو في معاك مثلا واحد مريض عايز يروح مستشفى، او واحد عايز يروح يزور حد قريبه، فشكلها معقول شوية عن التوك توك، يعني ده في الشكل الجمالي يعني. من العيوب بتاعتها بقى، رقم واحد السعر، لأن سعرها 225 ألف جنيه، ويعتبر سعر مرتفع، ولكن هم ملهمش ذنب، لأن هو المشكلة في سعر الصرف. ويعني أنا بقول يمكن لو كانت نزلت في 2015 كان زماننا اشتريناها ب80 ألف جنيه ولا حاجة. وده كان اقتراح مني ان العربية دي تنزل في البداية، او اول دفعة منها تنزل بسعر مخفض لغاية ما الناس تتعلق بيها، وبعد كده يزودوا السعر زي اي سلعة، يعني عايزين يروجوا لها ترويج كويس يعني. من العيوب بتاعتها برضو ان السرعة بتاعتها 70 كيلو متر في الساعة، تقريبا كده مفيش اي عيوب تاني. انا قلت لك المميزات والعيوب والسعر، وطبعا في الاول والاخر هو القرار قرارك انت، وانت اللي قبل ما تخطي خطوة لازم تفكر. انا مش هقول لك اسمع كلامي ولا تسمع كلام الثلاثة اربعة ولا الخمسة اللي بيقدموا محتوى عن النوع ده من الفيديوهات، يعني الناس المهتمين بالتكاتك والتروسيكلات. طبعا في 3 4 غيري، انا يعتبر اقل واحد فيهم، وبقول يعني رأي ممكن تاخد بيه وممكن لا، بس انا عندي اهم حاجة عندي المصداقية والامانة وعدم الكذب، عشان انا مش هكذب علشان اجيب مشاهدات. مش هقول لك تمن العربية ديت 150 ألف وتدخل جوه الفيديو تلاقي الفيديو ما أنا قايل فيه 225. أنا بقول لك سعر العربية كذا، فبتلاقيه نفس السعر اللي بقول لك عليه. بقول لك المواصفات، بتلاقي نفس المواصفات على أرض الواقع. بقول لك العيوب، بتلاقي نفس العيوب. ومن ضمن العيوب بتاعتها برضو عدم وجود وسائل امان كافيه في العربيه دي. وفي النهايه برحب بيكم واقول لكم اهلا وسهلا بيكم، بالناس اللي بتدعمني بلايك وشير وسبسكرايب وبتعليق لو امكن، واهم حاجه تصلي على النبي في تعليق. السلام عليكم.